سافرت تبع شغلي البلد في الأرياف. كنا بنعمل معاينة للمكان اللي هنعمل فيه المشروع بتاع الشركة. خلصنا شغل واتغدينا والدنيا كانت بدأت تضلم. قالوا لنا إننا هنبات النهاردة في فندق ونرجع الصبح، بس أنا ما عملتش كده. أنا رفضت أبات، وكده كده معايا عربية لوحدي بسواق. قلت لهم أنا راجعة النهاردة. ركبت عربيتي ولقيت السواق بيقول لي ما صباح رباح يا باشمهندسة ونمشي الصبح. سألته لو كان عنده مشكلة في السواقة بالليل، قال لي لا عادي، بس مش عارف ليه مش مرتاح. قلت له خليها على الله ويلا بينا نتحرك دلوقتي. لاحظنا واحنا ماشيين في البلد ان كل حاجة قفلت، المحلات والقهاوي، ولا حتى عمود نور واحد منور. البلد كلها كانت كأنها مقبرة كبيرة ميتة. كنا ماشيين لوحدنا فيها، وده اصلا عمل لي حالة خنقة خلاني عايز اهرب منها بسرعة. لاحظت والسواق ماشي بالعربية اننا عدينا على مكان معين اكتر من مرة. سألته هو انت مش عارف الطريق؟ ما ردش عليا، فضل بس قدامه. سألته تاني، برضه ما ردش، بس كنت سامع صوت ضحك مكتوم طالع منه. ومرة واحدة حود بالعربية جامد ناحية الترع. العربية من سرعتها كانت بتتهبط في المطبات. انا كنت بصرخ فيه وانا من جوايا عارفة انها النهاية خلاص. العربية وقفت مرة واحدة ووشها خلاص كان تقريبا لامس الترعة. فتحت الباب ونزلت منها بسرعة، واول ما نزلت العربية نزلت ببطء كلها في الترعة. ما كنتش عارفة اخد نفسي من المنظر اللي انا شايفاه. ببص حواليا مفيش اي نور غير نور العربية اللي طالع من تحت مية الترعة. جريت وطلعت للطريق تاني، لقيت مجموعة رجالة ماشية. جريت عليهم وحكيت لهم اللي حصل، وان في سواق لسه في العربية. وانا ماشية معاهم كانوا بيمشوا بطريقة غريبة، كانوا بينطوا مش بيمشوا. كان صوت خطواتهم غريب. وصلنا عند الترع، واول ما رفعوا الجلاليب وهم بيقربوا للمية شفت رجليهم. كانت رجلين حسنة. وده فسر لي حاجات كتير قوي دلوقتي. طبعا جريت من المكان كله. فضلت اجري لحد ما وصلت الاول بيت قابلني على الطريق. خبطت على الباب جامد لحد ما واحد ومراته فتحولي. زقتهم ودخلت، حكيت لهم على كل حاجة وانا بعيط. بس هما كانوا بيتعاملوا ولا كأنهم سامعيني، بيتحركوا في البيت عادي ولا كأني قاعدة. شوية وطفوا نور البيت ودخلوا أوضة وقفلوا الباب عليهم. أنا كان عندي حالة صدمة بجد. ايه الناس دي؟ دول حتى ما تعاطفوش معايا. فضلت قاعدة على الكنبة وانا مستنية الصبح يطلع عشان امشي من هنا. عدى ساعة وبعدها سمعت صوت بشع من الأوضة المقفولة خلاني اتنفض من مكاني. باب الأوضة قعد يترج جامد كأن في وحش محبوس جوه وعايز يطلع منها. جريت طبعا، فتحت باب البيت وخرجت للشارع. مشيت في الشارع وانا مش عارفة انا رايحة فين. سمعت صوت حد بيجري جاي من ورايا. لقيت بنت حوالي 16 سنة بتجري وهي خايفة. مسكتها وانا نفسي خايفة وبسألها في ايه. كانت بترد عليا بكلام مقطع من وسط دموعها. المهم اني فهمت انها شافت الناس اللي برجلين حصنة. كانت مرعوبة وبصعوبة هديت. سألتها انت ساكنة فين وايه اللي خرجك في الوقت ده؟ قالت لي خرجت تشوف دكتور لابوها وانها ساكنة ناحية الترعة. مشيت معاها واول ما وصلنا عند الترعة لقيتها وقفت ورفعت جلابيتها وطلعت تجري ناحية الترعة، وفي اقل من ثانية كانت نطت فيها. ما كانش ده بس هو الحاجة المرعبة. الحاجة المرعبة بجد ان رجليها كانت مشوهة شبه ديل السمك، ما كانتش رجلين بني ادمين. بدأت ارجع بظهري لورا وانا عيني على الترعة.
أنا عايزة أرجع لزمايلي في الفندق وأمشي الصبح زيهم. وخدت قرار إني مهما شفت ناس مش هتكلم مع حد، القرية دي فيها حاجة غلط. فضلت أمشي كتير قوي، عديت على المكان اللي وقعت فيه العربية 3 مرات. أنا بلف حوالين الترع، قعدت على الأرض وأنا بعيط. لقيت إيد بتطبطب عليا، اتنطرت وأنا ببص لورا. لقيت شيخ كبير في السن وبيقول لي إيه اللي مقعدك في الشارع يا بنتي؟ سندني وقومني من على الأرض وقال لي تعالي معايا باتي مع مراتي لحد الصبح. مشيت معاه وحكيت له على اللي حصل لي كله، بس هو كان ساكت ساكت وباصص قدامه، وتعبير وشه مش بيتغير، حتى مش بيرد عليا. وقفت وانا بصاله. وقف بعد شويه وبصلي وكانت عينيه شفافه كانها حته ازازه محطوطه على وشه. سألني وقفتي ليه؟ قلت له انا عايزه ارجع. قال لي خلاص مفيش رجوع. كنت بكلمه وانا برجع بظهري لورا. اتدورت وطلعت اجري منه، لقيته بيجري ورايا. كان قرب يحصلني لان رجلين الحصانه اسرع من البني ادمين. بس لقيت عربيه ماشيه قدامي، رميت نفسي قدامها وانا بصرخ وعيط. الراجل وقف بالعربيه وفتح لي الباب جنبه وركبت. قلت له في وسط عياطي قبل ما يسأل الناس هنا مش طبيعيه، رجليهم رجلين حصانه. راح رافع رجله وهو بيسوق، قال لي زي دي. في اللحظه اللي بعدها فتحت باب العربيه ورميت نفسي منها، والراجل مشي بالعربيه وهو بيضحك. لقيت نفسي وقعت عند المكان اللي وقعت فيه عربيتي. نزلت عند الترع، قعدت على الارض جنب الميه. بدأت اخد الميه من الترع واغسل بيها وشي وشعري، عايزه فوق. قلعت جزمتي اللي كانت خانقاني ونزلت رجلي جوه الترع. رجلي شكلها غريب، بس اهم حاجه اني قلعت الجزمه ومش هلبسها تاني. بس هو انا ليه كنت شايفه رجلين الحصانه بتخوف؟ بالعكس، شكلها حلو ومريح، وبالذات لو قلعنا الجزم ونزلناها في الميه.